شحال ديال الفولورز او العدد المتابعين غيخصني باش نبدا ندخل فلوس من انستغرام، او لا كيفاش نربح فلوس عن طريق انستغرام. اللي بغيت نقول لكم، كاين بزاف ديال الناس كيسحب لهم زعما راه غيخص اكثر من 100 الف متابع باش عاد تبدا تدخل واحد الفلوس من انستغرام. كاين واحد النوع كيسحب لهم انستغرام تيخلص. هي الصراحه اش غنقول لكم، انستغرام راه كيخلص ولكن ماشي في المغرب، مازال ما تفعلاتش عندنا ديك الخاصيه ديال البونيس ديال الريلز. ولكن عندك كيسحب لكم زعما راه برا مثلا في الدول الاوروبيه ولا الدول مثلا ديال امريكا ولا شي دول اخرى، زعما راه عندهم هذه الخاصيه مفعله. ولكن راه ماشي واحد الارباح زعما اللي كتلقى عايشين بهم ولا شي حاجه. علاش؟ حيت كتلقى مثلا واحد الكونتنت كرييتور بعض المرات تقدر تلقى عنده اكثر من مليون ابوني، كتلقاه كيجيو في داك وكيضرب المئات والالاف والملايين ديال المشاهدات. داك الريلز مثلا داك البونus اللي كيخلصوا كتلقى $50 $75. يعني هنا غيجي السؤال ديال ان راه كاينه شي طريقه واحده اخرى ديال انه كيفاش هاد الكونتنت كرييترز كيبقاو يمونيتيزيو الكونت انستغرام ديالهم، وشحال غيخصهم بالضبط ديال النومبر ديال الفولورز باش يبداو يمونيتيزيو انستغرام ديالهم. بالنسبه للقضيه اللي قلت لكم ديال خصني اكثر من 100 الف متابع على انستغرام باش عاد نبدا باش ندخل واحد فلوس من انستغرام. هادي راه كيما تنقول لكم هادشي راه ماشي صحيح. هاد الهضره زعما راه غير تخربيقه، وغير شي ناس كيبقاو يخترعوا هاد المسائل هادو. هي الا كنتي باغي تخدم مع دي براندز واحد اخرين باش يدير لهم بوب او دير معاهم شي كولاب ولا شي حاجه، انا راه على الاقل غير خصك بعدا واحد العشراكه. داكشي علاش كتلقى مثلا بزاف ديال صناع المحتوى الحلم ديالهم هو يوصل ل 10 ولا انفلونسرز هما يوصلوا ل 10. علاش؟ حيت ملي نفترض ان عندك واحد 10 هنا تقدر تبدا تخدم مع شركات، دير لهم دي بوب، دير معاهم دي كولاب. واخا زعما راه 10 راه ماشي شي نومبر اللي كبير، و10 ما كتعنيش زعما شحال ديال الفلوس غادي تبدا تدخل ولا 100 الف ولا مليون متابع. علاش؟ حيت تقدر تلقى واحد صانع محتوى عنده 20,000 ولا 10,000 ولا 5,000 كيدخل فلوس اكثر من واحد صانع محتوى عنده مليون ولا عنده 100 تقدر تقول لك شي واحد كيفاش هذاك الشخص عنده 100 عنده 100 ولكن ما عنده استراتيجي ديال كيفاش يمونيتيزي داك الكونتنت ديالو، او لا داك الكونتنت ديالو عباره على واحد الكونتنت اللي تافه، او كاين بزاف ديال الحوايج كيتحكموا زعما في كيفاش غادي مونيتيزي هذا الكونت انستغرام ديالك. لنفترض انك انت عندك واحد الكونت انستغرام او بادي الكونتنت كرييشن باش تسوق لواحد المنتج او لا واحد الخدمه ديالك، فهنا نقدر نقول زعما انك راك فقط حاجه مينيموم واحد 1000 متابع حتى ل 5000 متابع. هنا لو وصلتي مثلا غير في العتبه ديال 1000، هنا راه بامكانك انك تبدا تسوق للمنتج او للخدمه ديالك. بالنسبه للقضيه ديال تقدر تقول لي زعما مثلا انا كنت باغي نبيع واحد السيرفيس، شحال نقدر زعما نحقق زعما كاينه كاع ديال المداخل. انا نقدر نقول لك زعما تقدر تدخل واحد 30,000 25 20,000 فقط بواحد 5000 متابع. تجي تقول لي انت 20,000 باش نحققها بواحد 5000 متابع. هنا تقدر تقول لي وكيفاش هذه القضيه؟ لا راه ما يمكنش. باش نهضروا على 5000 متابع كنهضروا على 5000 متابع اللي نقي بواحد الكونتنت، اللي نقي بواحد الكاليتي ديال الفولورز اللي نقيه. داكشي علاش نقول لكم ديما راه مليون فيو راه ماشي واحد المحتوى مثلا اللي تافه او لا فيه شي برانك، راه ماشي هي 1000 متابع ولا 2000 ولا 3000 على مثلا لنفترض انه تيدير محتوى على العاقه. حيت نفترض واحد الشخص مثلا عنده واحد 5000 متابع تيدير محتوى على العقار، راه يقدر يدبر في السمسيره وحده تقدر تخلي ليه اكثر من 10 ديال المليون او لا. المهم انا تنقول زعما ما كنفهمش في الدومين ديال العقار، ولكن حيت كما عارفين كاملين بان الكوميسيون ديال العقار زعما كاينه من اكثر لي كوميسيون اللي كاينين في مقارنه مع المجالات الاخرين. هنا غادي نقول لنفسك ان واحد الشخص عنده واحد 5000 متابع اللي نقي، نقولوا حنا في الستوريات عنده الريتش طايح كيضرب فقط واحد 150 ستوري. لنفترض انه هنا 150 راه اقل عدد ديال المبيعات اللي يقدر يدير مثلا واحد 10 ديال المبيعات نقدروا نقولوا. فقط شنو غادي خصو يدير؟ خصو يكون عنده واحد الخدمه كيتقنها. باش نقول واحد الخدمه كيتقنها تقدر تكون كوتشين مثلا في البيزنس، يقدر يكون كيبيع شي سيرفيس ديال السوشيال ميديا ماركتينغ، يقدر يكون كيبيع شي سيرفيس ديال الفواياج. المهم لي سيرفيس زعما كيما كاين بزاف ديال لي سيرفيس. الصراحه لي برودوي باش نبيع برودوي ب 3000 درهم قاصحه شويه القضيه. ما كاينش زعما نقول زعما هي راه ماشي ما كايناش شي قاعده زعما ديال انا ما يمكنليش نبيع شي برودوي ب 3000 درهم. ولكن هنا اش نقول لكم سيرفيس، حيت السيرفيس كما كنعرفوا راه فيهم دي مارج اللي كبار. راه يقدر يكون عندي مثلا سيرفيس كتلقى مثلا عندهم المارج ديال 60 50% ديال داك الشيفر دافير اللي كيربحوا. هنا باش كنقول مثلا
العائدات غيدخل واحد 30 الف درهم، راه كتلقى مثلا 60% ولا 70% راه مارج ديالو، الا ما كان كاع زعما هو اللي كيقدم ديك الخدمه ولا راه ما عندوش ايكيب ولا ما عندوش دي شارج واحد اخرين، راه بوسيبل انه كيبقاو ليه الارباح. مثلا باش نقولوا عدد المبيعات، حقق شي واحد عدد المبيعات ب 10 مثلا، واحد ستوريات ديال عندك كتضرب انت 150 ستوري، ثمن الخدمه ديال 3000 درهم، هنا راه كنهضروا على 30 الف درهم كعائدات ديال الثمن ديال هذه الخدمه هذه وديال كيفاش غادي تماركت عليهم. صراحه هنا راه ما كاينش شي حاجه سميتها سحريه ولا شي قلب ولا شي اسرار اللي ما عارفينهم زعما بنادم او شي حاجه، غير هو اللي مثلا نقول خصك تكون حاط واحد استراتيجي اللي محكم وتكون عارف راسك اش كدير، كتاناليزي الداتا ديالك، كتعرف كيفاش تقاد الفانل ديالك عن طريق انستغرام. وهنا هادشي اللي غادي نقول لكم. الا كنتي بصح مهتم بانك تخدم على البيرسونال براند ديالك، زائد انك تكري واحد الشورت كونتنت اللي ماشي غير كيمشي فايرال وكيجيب لك لايكس، انما يعاونك باش حتى تكبر البيزنس ديالك. عندك واحد الحاجه اللي كبيره وزوينه بزاف، عاد لونسي توربو جروث كوميونيتي اللي غتلقى فيها دورات ديطايي على البيرسونال براند واخر لي استراتيجي اللي خدامين في الكونتنت. بالاضافه غيكونوا لايف سيشن معايا ومع الطوب ديال الكرييترز في الدومين. وزيد على هذا الشيء كامل غادي تكون واحد الكوميونيتي برايفيت اللي كنهضروا فيها وكنشاركوا فيها كاع الاراء اللي عندنا، يكونوا مجموعين فيها واحد الكونتنت كرييترز او بيزنس اونرز اللي كاملين عندنا نفس الهدف. وهذا الشيء كامل باش نبارطاجيو ليكسبيريونس وكاع الحوايج اللي غيفيدونا باش هكا نكبروا كامل. وغير باش تعرف هذا الشيء كامل غير واحد 20% من داك الشيء اللي مخبي لكم في وسط هذا الكوميونيتي. بالاضافه الا مشيتي تعلمتي وطبقتي داك الشيء اللي غيكون في هذا الكوميونيتي، كون متاكد 100% بانك غادي تحصل على نتائج. بالاضافه على ان كل واحد غيحقق شي نتائج اللي كبار، غير ربح معايا اكسس باش يصور الكونتنت ديالو في الاستوديو ديال ارتيسكيب ايجنسي، وانا والتيم ديالي بطبيعه الحال غادي نعاونوه في الانتاج ديال المحتوى ديالو. بركه ما تضيع في الوقت، كليك على اللينك اللي في الديسكريبسيون، دير جوين ونشوفك تما.